بسم الله الرحمن الرحيم. انا النهارده سعيده ان انا موجوده في الجمع دوت، والنهارده يوم بنحتفل بيه كيوم يتيم مصري، وانا اساسا نقابه عمال الوسط الفني، امين عام النقابه. بس انا النهارده انتهزت الفرصه ان رامي بيجو الاخ الصدوق الجدع الراجل ابن البلد، وانتهزت الفرصه دي ان انا ابقى مذيعه واتعمد ان انا اعمل اللقاء الخاص ده معاه، لان دي مش وظيفتي في النقابه، بس ده محبه في رامي بيجو، الراجل اللي ما بيسيبش اي حاجه تكون فيها عمل خير او عمل يتيم او عمل للوطن الا لما يكون اول واحد بيشارك معانا ويكون اول واحد سباق بالخير في اي حاجه. فانا على المستوى الشخصي بحترم رامي بيجو جدا وبعتبره اخ ليا، وعلى المستوى العام هو راجل فنان وخلوق وصاحب بسمه وصاحب صوت مميز. عشان كده النهارده اصريت ان انا اعمل اللقاء مع رامي وارحب بيه واقول له يا رامي انت منورنا النهارده في حفله يتيم مصر. قبل اي حاجه بشكر حضرتك على التقديمه الجميله دي، وبجد انا عاجز عن الشكر بجد على الكلام الجميل ده، انا مش قده بجد. ربنا يخليك يا رامي، ده من ذوقك، انت انسان خلوق وفنان خلوق، وانا سعيده ان انت النهارده في وسطينا وفرحانه ان انت ده الطبيعي بتاعك، ما فيش اي دعوه تخص حاجه فيها خير الا لما رامي. والله يا جماعه اما رامي بيكون اول شخص بيحضر في المكان واخر شخص بيمشي من المكان. شرف ليا ان انا اكون مع حضرتك ومع في الجمع السعيد ده، والشرف ليا ان انا احاول يعني ان انا ولو 5% ان انا احاول اسعد طفل او احاول اساهم بحاجه يعني. ربنا يخليك رامي، ده سعادتنا ان انت موجود في وسطينا وبتقدم كل خير. يا جماعه احنا مبسوطين النهارده وفرحانين ان رامي معانا، ويا رب دايما معانا في كل خير وفي كل مناسبه تخص الوطن او الخير. شرف ليا طبعا، شرف. ميرسي يا رامي، ميرسي متشكر جدا. شكرا، ميرسي يا رامي.